ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا حاجات من سوق ديانا، حاجات يعني هي بسعر يعني الى حد ما كويس، لكن هل هي هتشتغل ولا لا؟ ده اللي احنا هنشوفه مع بعض. بطلب بس من الناس اللي اول مره تشوفني تعمل اشتراك في القناه، تعمل لايك للفيديو، ويلا بينا نبدا في حلقه النهارده. قبل ما نبدا اهم حاجه ما تنساش تصلي على النبي. النوكيا دي اول ما ظهرت كانت عامله ضجه، بس زي ما انتم شايفين كده يعني الحالة اللي وصلت ليها مش أحسن حاجة. الموبايل ده برضو زمان يعني كان حلم كل واحد والله مننا إن هو يشيل الموبايل ده. زي ما انتم شايفين كده برضو الحالة متدمرة، يعني مش هقول بقى مش أحسن حاجة، لأ هي الحالة متدمرة، مفيش حل أصلا. طيب خلينا نجرب الحاجات دي. طبعا الحاجات دي تمام، أنا بجيبها من ديانا أو سوق جمعة أو أيا كان، يعني اللي بيشتغل فيها تمام واللي ما بيشتغلش طبعا احنا بنبيعه، يا اما بنطلعه هدايا للناس عشان نشجع الناس على الموضوع ده. طيب المشكلة بس ان انا بصور فمش عارف اتحكم في الحاجة يعني. طيب هو مش مديني اي حاجة تدل ان هو وصل له باور. خلينا نجرب كمان مرة. في حصلت هزة، مش عارف انت سمعتها ولا لأ. الشاشة فتحت، فيها خطوط كتير زي ما انت شفتوا، جاب شعار نوكيا. تقريبا هو بيقول ان المساحة ممتلئة، وتقريبا الموبايل ده كان تاتش، بس كويس يعني هو فتح، فدي طبعا حاجة كويسة. الخطوط اللي باينة في الشاشة ممكن تكون الشاشة مخبوطة مثلا فمحتاج شاشة. وفي الحالة التانية اللي احنا هجربها ان ممكن تكون فلاتة الشاشة نفسها اتهزت او حاجة، علشان كده عملت الخطوط اللي احنا شفناها دي. هنشوف ونجرب عشان ما تقعدش عليكم الفيديو، نكمل في حلقة تانية. طبعا ده الموبايل التاني، هنقفل الفيديو على كده ونكمل في حلقة تانية ان شاء الله.